بشكركم جدا على الثقة، وبشكركم جدا على قد كده كنتوا قد المسؤولية. شكرا لكل الناس اللي دعمتني. هنتكلم النهاردة على المادة 123. نص المادة 123: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يوم من إبلاغ المجلس إياه. 30 يوم من إبلاغ المجلس إياه. خليك واقفين عند كلمة 30 يوم. إذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. يعني لو الرئيس رفض القانون أو اعترض عليه أو على مواده يرجعه لمجلس الشعب. طب إذا الرئيس ما اعترضش، هو ما ردوش، اعتبر قانون، بس من إمتى؟ من 30 يوم من إقرار القانون. يا فندم ده حضرتك فين ال 30 يوم؟ إذا كانت الدورة البرلمانية خلاص أو خلصت خلاص، فين ال 30 يوم اللي حضرتك بعت فيه الرئيس الدولة علشان يقدر يرد عليك خلال ال 30 يوم؟ فبما اننا احسبوها بقى، شوفوا انتوا القانون المجلس اقروا امتى، شوفوا انتوا عقبال ما يخرج بقى من المضبطه ويتكتب وياخد امضاءات وختومه ويروح للرئاسه، شوفوا وصل امتى، وعدوا بقى ال 30 يوم دول. هيكون المجلس خلاص فض انعقاده وفض الدوره التشريعيه ولا لسه؟ اذا احنا جوه ال 30 يوم يبقى قانون صحيح. لو حضرتك بره ال 30 يوم يبقى لازم القانون يستنى الدوره البرلمانيه اللي بعدها، اللي هتبقى غالبا في اكتوبر الجاي. انا ما دخلتكوش في الدايره دي وقلت لكم لا يا جماعه تسمعوش، لانها من يروج لهذا الامر من غير ما يشرحه فهو بيروج لاشاعات. تاني حاجه يا جماعه، لما نتكلم في الدستور ارجوكم خدوا راي الفقهاء الدستوريين، ما تاخدوش راي المحامين. خلاص هتقولي طب ما انت مش فقيهه دستوريه، صحيح، ما تاخدوش كمان رايي. لما حضرتك واقف في جزئيه وعايز تتاكد منها خد راي الفقيه الدستوري، ما تاخدش راي المحامي، لان لبعض المحامين مآرب اخرى. انا عايزه اقول لكم فكره انك تطلع وتهاجم وتستخدم الفاظ غير قانونيه وتقول ما تسمعوش للتخريف ده مش قانون. حضرتك عايز تعمل مجتمع متنور، يبقى تطرح الراي وتستمع وتقول رؤيتك بالرأي الآخر حتى لو كان شايف ان الرأي ده مغاير. ليه؟ لما حضرتك بتقول رأي وانا برد عليه برأي آخر ويجي التالت يرد عليه، احنا كده بنعلى بالمجتمع وبنعمل مجتمع متنور. لكن لما حضرتك تخش وتخوف الناس وتقول لهم ما حدش يقول، ما حدش يقرأ، ما حدش يشوف، ما حدش يعمل، انت بتخوف الناس من ايه؟ يا جماعة انا بدعوكم لقراءة الدستور، بدعوكم البحث في امره، بدعوكم لمعرفة حقوقكم الدستورية، بدعوكم ان انتوا تبحثوا في كل ما يخصكم وتعلموا ولادكم ازاي يحافظوا على حقوقهم الدستورية. ما تخافوش من اللي بيطلعوا يتكلموا بصوت عالي ويخوفوكوا ويقولوا لكم ما تقروش، ما تجوش جنب القانون، لا، ابحثوا واقروا وافهموا، واللي ما تفهموهوش اسألوا المتخصصين فيه. واذا كان لقيتوا المتخصص بيلجأ الى السباب اعرف ان هذا شخص حجته ضعيفة، ما تسمعلوش، روح لمتخصص اخر. انا عايزة اقول لكم الاجتهاد في العالم، الاجتهاد الديني والفقهي في العالم الإسلامي توقف من هذا المنطق. احنا كان عندنا علماء فقه أجلاء كتير، الفقه كان مستمر بشكل قوي، واحنا محتاجين لعلماء فقه يناسب الحياة الحديثة اللي احنا عايشين. مش بس عندنا الأربع علماء الأجلاء ابن حنبل وابو حنيفة والشافعي، مش هم دول بس، احنا عندنا علماء فقه كثر كتير جدا جدا. لكن ليه الفقه برضو من نفس منطق الشخص اللي اتكلم وقعد يخوف الناس ويقول لهم محدش يقول، محدش يفتي، فكله التزم بقى اللي هو لا يا جماعة احنا مش هنخش بقى ايه محنة ابن حنبل في خلق القرآن. فلا، أرجوكم، أنا بدعوكم لقراءة الدستور والبحث في أمره،
وسؤال الدستوريين وفقهاء الدستور وليس المحامين. وانتوا في الاخر سواء القانون هيطبق بعد 30 يوم من عدم رد رئيس الجمهورية، هيطبق بعد، هيعاد الى مجلس الشعب، ايا كان، انت ليك ما ينشر في الجريدة الرسمية. حضرتك هتبدأ تتفاعل مع الامر اول ما ينشر في الجريدة الرسمية. وفي بعض الفقهاء اللي قالوا ان في حالة ان القانون، يعني ال 30 يوم دول اللي حسبوهم ان القانون ما راحش للرئاسه خلال ال 30 يوم، كان الدوره البرلمانيه انتهت قبل ال 30 يوم، فهينتظر للدوره البرلمانيه الجايه. قال لك في الحاله دي ممكن الناس كلها تطعن على القانون، سواء كانوا افراد، جماعات، مستأجرين، ملاك. ليه؟ لأن القانون أخل بحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 اللي ألزمت مجلس الشعب بإصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية. أعتقد ده السبب الحقيقي للدوشة اللي حصل. ليه؟ لان انا قلت في 30 ثانيه اللي في الفيديو الجزئيه دي، لكن محدش رد على الباقي، رغم ان انا حاطه احتمال اذا الرئيس صدق واذا الرئيس ما صدقش وقايله كل الاجراءات. لكن ليه محدش دخل في الجزئيه دي؟ لان هم عايزين يبطلوا ان حد يتحرك في الجزئيه دي. بيخوفوكم ان انتوا تقروا الدستور، بيخوفوكم ان انتوا تعرفوا حقوقكم الدستوريه. يعني لو تعرفوا الفرانكفان دول اللي هم الثقافه الفرنسيه، نحن نقبل الراي والراي الاخر بصدر رحب، لان احنا اتعلمنا حريه الراي واحترام الراي الاخر، لان من المؤكد ان الاخر حتى لو مختلف معايا هيقول لي جزئيه انتبه لها وابحث فيها وادور عليها. فانا مش مع ان انا احجم اراء الناس، بالعكس انا بسمع كل الاراء، لكن اللي برفضه السباب. انا كنت طالعه ارد عليكم سريعا بس عشان حسيت ان في لغط في موضوع الماده 123 والناس بقى ايه بدات تستغل. ما كنتش عارفه ان انا مؤثره قوي كده والفيديو بتاعي بينتشر كده، لدرجه ان البعض مش هقول بقى ايه صفاتهم ايه، قرروا يتسلقوا ويصعدوا ويحطوا بقى الفيديو بتاعي ويردوا عليه. ما كنتش عارفه كده بصراحه. فشكرا ليكم، ده بفضلكم.